خدتني ونزلت النهارده وتقول لي يا بابا انا عايز اخرج انا وانت لوحدينا، انا زهقت بقى. وخلتني وديت اخوها عند جدتها عشان الهانم غيرانه ومش عايزه تخرج معاه، وتقول لي احنا رايحين نلعب العاب كبار، هو هيجي يعمل معانا ايه؟ والهانم خلاص عرفت السواقه من كتر ما بتقعد جنبي في العربيه. اول ما دخلنا جريت على لعبه العربيات وقفشت في الدركسيون على طول. المهم بقى انها كانت مبسوطه جدا، ودي حاجه انا ما كنتش حاببها خالص. بصراحه مش حابب ان هي تتعود ان اخوها ما يبقاش معاها في كل حته، بس المره دي عديتها لها لاني بدات احس من ناحيتها انها بدات تحس ان في جزء كبير من اهتمامنا برضو رايح ناحيه اخوها. ومهما كنت بحبها قد ايه بقى، هي لازم تتعود ان مش كل حاجه ليها هي لوحدها وبس. كده قلب بابا ممكن يطلع شخص اناني، وانا ما احبهاش فيها ولا صفه وحشه ابدا. المهم بقى خلصنا حرب المسدسات وطلعنا على اللعبه دي، وهي اللي كانت عايزه تلعبها بنفسها، وفي الاخر ما عرفتش تقول يا بابا جرب انت اقوى مني وهتجيبها. المهم ان بابا طلع افشل منها اساسا وما كسبناش حاجه خالص. قلت لها سيبك بقى من كل ده وتعالي نروح ناكل ايس كريم، احنا حلوين قوي في الايس كريم. راحت بقى مع ماما طلب، وانا كنت قاعد مستنيه، قاعد بقى عامل اني زعلان منها وباكل نفسي وهي بتاكل نفسها. بقول لها ما تجيبي حته كده وبجرب هتشوف هتعمل ايه. قاعده بقى تطلع من الايس كريم ومجننها مش عارفه تجيبه بالمعلقه. المهم عملت كل محاولاتها اروح بابا لحد ما اكلتني فعلا. خلصنا اليوم بقى وروح قلب بابا كانت قاعده مندمجه مع الايس كريم قوي، واسالها بقى عجبك يا قلبي؟